في الظل كده ومحدش واخد باله، في مستشفى هي أغرب مستشفى ممكن تسمع عنها في حياتك، اتبنت وما قدرش حد إنه يدخلها أو يقرب منها. بيتقال إن فيها كل حاجة ممكن يحتاجها الأطباء من أجهزة، لكن مين يقدر يقرب منها؟ وخصوصا إن الجان ساكن فيها ومش بيمشي منها. إيه حكاية مستشفى العرقة الموجودة في الرياض واللي اتهجرت وما دخلهاش حد أبدا؟ والأغرب إيه اللي بيحصل فيها كل ليلة؟ مستشفى العرقة هي مستشفى موجودة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمستشفى دي مهجورة رغم إنها فيها أحدث الأجهزة الطبية، لدرجة إن فيها دور كامل كوحدة عناية مركزة مزودة بأحدث الأجهزة الطبية. إزاي مستشفى فيها كل الإمكانيات دي مهجورة وما فيهاش حد؟ علشان نعرف ليه المستشفى دي مهجورة، تعالوا الأول أحكي لكم قصة بناء المستشفى. وحتى قصة بناء المستشفى فيها اختلاف، لأن في روايتين لقصة بناء المستشفى. الرواية الأولى بتقول إن المستشفى دي اتبنت سنة 1987، وإنها كانت هدية من رئيس الوزراء رفيق الحريري اللبناني للسعودية، وكان الغرض منها مساعدة السعودية في علاج المرضى في مدينة الرياض. وبيتقال إن المستشفى كان فندق، لكن الحريري قرر بعد كده التبرع بيه لصالح وزارة الصحة السعودي، وللأسف تم إنهاء حياته في بيروت سنة 2005 قبل ما يقوم بتوثيق التبرع رسميا في الوزارة. وبعد وفاته رفض ورثته التنازل عن المبنى، وما قدرتش الدولة التصرف فيها، وفشلت كل الحلول لتشغيله وفضل مهجور لأكتر من 30 سنة. في بقى رواية تانية بتقول، ودي الرواية تحديدا اللي قالتها الحكومة السعودية، إن المستشفى دي اتبنت كمستشفى خاص، لكن كان فيها مشكلة في الأوراق، وعلشان كده المستشفى دي ما اتفتحتش أبدا. وبيتقال تحديدا إن الأرض اللي اتبنت عليها المستشفى كان فيها خلاف مع الحكومة، هل هي ملك للورثة ولا ملك للحكومة؟ علشان كده بعد بناء المستشفى تم وقف العمل بيها. لو دورت هتلاقي هم دول أكتر روايتين متداولتين بيتقالوا عن مستشفى العرقة في الرياض. لكن الأهالي بيقولوا إن المستشفى مسكونة من الجان، مفيش حد راح المستشفى دي أو قرب منها إلا وحكى حكايات غريبة جدا. حتى الناس اللي حاولت تدخل فيها بالليل، سواء كانوا لصوص أو بيستخدموا الممنوعات وبيعتبروها مكان يستخبوا فيه، برضو كانوا بيحكوا على إن الجان ساكن المستشفى. علشان كده فضلت المستشفى مهجورة رغم فخامة المبنى. والقصص الغريبة والمثيرة عن مستشفى العرقة تخوف وترعب. عدد من سكان الحي قالوا إنهم سمعوا أصوات مفزعة وشافوا حركات غريبة وأضواء بتنور وبتطفي لوحدها فجأة. مش بس كده، دول سمعوا تلاوة قرآن بصوت عازب جاي من مسجد المستشفى في بعض الأوقات، وأصوات صراخ مرعبة ومخيفة في أوقات أخرى. أما هيفاء واللي كانت بتسكن بالقرب من المستشفى، فقالت إنه طفولتي كانت فيلم رعب حقيقي. كنا ساكنين قريب من المستشفى، وكنت بسمع صوت أذان الفجر وكان عالي من مكبرات الصوت في مسجد المستشفى المهجور، وما كانش صوت عادي، لا ده كان صوت مخيف جدا. وما حد صدقني من عيلتي وقالوا إني بتوهم، بس كمان أنا ما كنتش لوحدي اللي بسمع الأصوات دي، كان الجيران كمان بيتصلوا بالشرطة بين فترة والتانية وبيقولوا إنهم بيسمعوا أصوات غريبة من المستشفى، وما كانش حد بيصدقهم، وكان الرد إن المكان مهجور. وانتشرت قصة إن في 5 شبان اتجرأوا على دخول المستشفى في نص الليل بعد ما سمعوا أصوات مخيفة من الطابق العلوي بتطلب النجدة والاستغاثة. فطلعوا لآخر دور بالمستشفى، لقوا أوضة مقفولة طالع منها روايح منظفات ومعطرات قوية جدا، ولحظة فتحهم للباب لقوا كوباية من الشاي السخن طالع البخار منها وكأن في حد لسه عاملها دلوقتي، مع ان الأوضة كانت باردة جدا وطلعت في الواقع تلاجة للميتين. ولكن في لحظة ما سمع الشباب خطوات سريعة بتقرب منهم وجريوا بأقصى سرعة لحد ما وقفهم حارس أمن المستشفى عند البوابة، وحكوا ليه اللي شافوه ونصحهم يمشوا وما يرجعوش تاني أبدا. بعد دقايق وقفتهم سيارة شرطة واستغربت وجودهم بالمنطقة في الوقت ده، ولما حكوا له عن المستشفى والحارس قال لهم أي حارس بتتكلموا عنه؟ دي المستشفى مهجورة تماما وما فيهاش حارس، ولحد النهاردة مستشفى العرقة زي ما هي مهجورة وما حدش بيدخلها، وما حدش عارف مصدر الأصوات اللي بتخرج منها ولا مصدر الأضواء، ولا حد قادر يقرب منها أو يحل مشكلتها، وزي ما بيقولوا الداخل فيها مفقود.